هاد الجريمة وقعت في 7/9/1986 في سجن العلو في الرباط. هاد الجريمة سماها سي تبع، ها هو العنوان ديالها: الزنزانة رقم 18. الزنزانة رقم 18. الزنزانة هو السجن، هو الحبس، هو الحبس تكون زنزانات، الحبس فيه البيوت تسمى زنزانة، البيوت، والبيت كل بيت عنده الرقم ديالو. هذه الزنزانة رقم 18. اش وقع في هذه الزنزانة رقم 18؟ الحبس العلو تنقول لكم ما كاين هنا في المسطرة واللي عرفوا تانية. الحبس العلو في الرباط، الحبس العلو، هذا الحبس راه تسد، كان من السجون اللي في المغرب تيخافوا منهم المجرمين، حيت السجون في المغرب ماشي كيف هذا السجن جا في هذه المدينه ماشي بحال السجن في هذه المدينه، ماشي بحال كان هناك مختلفه، السجون مختلفه، داكشي اللي تيوقع لداخل وكيفاش داير الزنزانات وكيفاش التعامل وكيفاش ماشي كان السجن الفلاحي اللي في طيطا بحال السجن ديال سوق الاربعه ولا السجن ديال سوق الاربعه بحال حبس سنترا. وكان هاد السجن ديال العلو كان السجون تيخافوا من المساجن. اولا هذاك السجن جا فوق واحد القمه ديال واحد الهضبه كما تتشوفوه، جا تيشوف في البحر كما تيقول سي تبعنا، قال لك كان مواجه مع بحر الظلمات، البحر الاطلسي. وكان كتب هنايا كان هاد السجن هذا القابع كان مارد فوق ربوة قرب هضبة الوداية على ضفاف بحر الظلمات المحيط الأطلسي الهادر اللي فيه المواج بزاف. مكانه موحش مخيف من الداخل ومن الخارج، تلفه المقابر من 3 جهات. هذا الشيء كاين وباقي دابا. هذاك السجن العلو كان فوق واحد الهضبه حدا الودايه، هو حدا الودايه، الناس اللي تعرفوا، الناس الرباطيين تهضر مع الناس تعرفوا شيء، حدا الودايه تيشوف على البحر، البحر الاطلسي، وداير به 3 ديال المقابر، ديال المقابر ديال السيميتير داير به. وكان داخل كان اولا كان فيه واحد الرطوبه كبيره، واحد الرطوبه عاليه مع البحر، وكان داخل فيه واحد الروائح كانت خايبه من عند الله، لانه كان قديم من عهد النصارى هو داك السجن كاين. وكان واحد السجن قدام بزاف، قدام ولاو تيمرضوا فيه ولا تيموتوا فيه ولا الخنز فيه الداخل ولا مكرفس لواحد الحد اللي الدوله سداتو، راه باقي دابا مسدود. وانا تنقول هنا واحد الخرجه، تنقول حنا فاش دخلنا الامن، دخلنا الشرطه وداونا حنا حراس الامن، داونا في زياره الى السجن، دخلنا السجن كانوا مساجن ودخلنا حنايا داخلين 3 ولا 4 ولا 2 داخلين، تندخلوا قسم بقسم وتنديروا جولات داخل السجن. وكان المساجن تما تيقولوا لاباس والله يعاونكم وكذا، وتندخلوا نشوفوا السجن. اولا كان تيستافد البوليسي تيشوف السجن كيداير لداخل باش عمره هو ما يقترف شي جريمه ولا يدخل في الجرائم، وكان تيعرف البوليسي من غير يصيفط الناس للحبس كيداير الحبس لداخل. وكان داكشي مفيد بزاف، ولكن داكشي حبسوه ما بقاوش تيمشيو ليه، الله اعلم. وانا تنقول هذا السجن خاوي دابا، كون استغلينا هذا السجن بحال هذا يمشيو ليه البوليس المتدربين، يمشيو ليه الدرك المتدربين، يمشيو ليه القياد المتدربين اللي باقيين في طور التدريب، يمشيو ليه الطلبه جامعيين يزوروه الشباب ديال التكوين المهني يزوروه باش يعرفوا شنو هو الحبس. راه بزاف الشباب ديالنا بزاف تيصحابوا السجن ما عرفوهم يدخلوا ليه، والله يحفظهم، الله يحفظ الشباب ديالنا، ولكن تيصحابوا السجن بحال ديال الميريكان. وحتى دوك ديال الميريكان راه ماشي بحال اللي في الفيلم، بحال اللي في الواقع. شحال من واحد دابا تيقول السجن الميريكان شوف مالين فيهم موسيقات كذا راه تيبينوا هذوك لي شامبر مزيانين، دوك البيوت المزيانين اللي هما الاعدام والمؤبد. حنا لا جيتي تشوف لنا الاعدام مؤبد، اللي عندهم اعدام مؤبد راه مريحين مزيان ولا موسيقى وما كلتهم وكذا حيت حياته صافي مشات ضاعت، تيزيدوهم ريحهم وتيطلعوا فيه شي شويه. خص واحد يشوف السجن. وانا تنقول هنا كون المسؤولين يخليو داك السجن بحال السجن خوا، يخليو يشوفوه داخل باش يخافوا منه، عرفوا واش كاين. وكاين نرجعوا للهضره ديالنا، السجن ديال العلو كان واحد السجن خايب حتى واحد ما تيبغيه. وكان مشدود فيه واحد الهولندي سميتو سامي. هذا الهولندي دخل المغرب وتلقى عليه القبض ودخل لهذا السجن. اش دار باش تلقى عليه القبض؟ اش دار؟
هذا الهولندي كان عايش في هولندا بيان سور بلادو، وكان هو رئيس عصابه، كان واحد الرئيس ديال واحد العصابه. هذه العصابه كانت تسرق لي الطابلو دوك اللوحات الغاليه، تسرقهم وتتبيعهم، وكان يخدم في المخدرات القويه، لوبيوم، الكوكايين، كاع دوك المخدرات الواعره، وتخدم في المخدرات اللي بحال ديالنا الحشيش والكيف اللي كان تيطلع لي من افريقيا الشماليه تيجي من افغانستان ولبنان. حنا ما عندناش غير حنا بوحدنا اللي عندنا الكيف، بزاف الدول عندها الكيف، وتيدخل الحشيش عنده داكشي، وكان هو خدام في هادشي ودار املاك ودار بزاف ديال الفلوس. واحد النهار هز واحد الكميه ديال الكوكايين وكلف بها شي وحدين باش يدخلوها لبلجيكا. هادوك يدخلوا لبلجيكا لقاو عليهم القبض، البوليس ديال بلجيكا لقاو عليهم القبض، ومع البحث معاهم قال لهم ودي حنا غير خدامه، حنا غير تنتسخروا حماله كما تنقولوا هنا، والمعلم ديالنا واللي كلفنا سميتو سامي هو هولندي. هنا بويسكو بلجيكا هي وهولندا داخلين في الانتربول، البوليس السلطه العالميه اللي هي الانتربول اللي داخل فيها حتى المغرب، طلبوا لهم باش يسلموهم سامي، هو يسلموه لهم. دخل سامي لبلجيكا، شدوه قدموه يحاكموه في بروكسل. في بروكسل دخلوا تما باش يحاكموه على ديك لا دوز، ديك الكميه ديال الكوكايين اللي دخل لبلجيكا باش يحاكموه. مي توقع شي حاجه غريبه. اش وقع؟ هذيك العصابه خدمات، العصابه ديالو خدمات بالفلوس وبالرشاوي، تعطي لهذا وتعطي لهذا وتعطي لهذا، تعطي الحكام ديال المحكمه، تعطي الكتاب بالضبط، تعطي البوليس ديال المحكمه، خدموا ديك لافير في المحكمه. نهار جا هو يتحاكم مشاو لعبوا في الدوسي ديالو لعبوا فيه، حيدوا منه جميع التهم اللي كاين منسوبه اليه، جميع التهم منسوبه اليه حيدوها. لما شد رئيس المحكمه ناض داك اللي يمكن الادعاء العام، جبد الدوسي اللي هو الدوسي الحقيقي، بدا تيجبدو، بدا تيهضر، بدا تيتكلم على الجرائم اللي دارها سامي، وشكون هو هاد سامي، وشنو دخل بلجيكا، وشنو دار في الشباب ديال بلجيكا، ودخل الكوكايين، دخلوا من هولندا، وتدخل المخدرات كذا. ولكن من جا القاضي حطوا قدامه المسطره باش يقراها، بقى تيشوف ما لقى حتى شي حاجه اللي هي تيقول المدعي العام. قال له ودي هاد الدوسي اللي عندي ماشي هو الدوسي اللي عندك، انت تقول هاد الجرائم كاملين، وانا عندي هاد الملف هذا اللي عندي انا ما فيهش هاد الجرائم. وقع خلاف ما بيناتهم بجوج. القاضي قال لي سيدي انا غنمشي في الدوسي اللي عندي قدامي، عندي هذا الدوسي هذا اللي هو قدامي اللي غنحاكموا به هذا السيد بيوم المحاكمه الاخرى ديالو، ما كاينش شي هذا الشيء هذا تقول نتايا وكذا وكذا. وقع واحد النقاش، ناض محامي ديال داك سامي، وكان محامي تيقول لنا السيد تبع، كان دوك المحامين الكبار اللي تيعرفوا يدافعوا عن المجرمين، وكاين بزاف في العالم كان محامين اللي تيخدموا غير المافيا والعصابات. داك المحامي تيلعب على حبلين، يعطي رشوه هنا ويخربق هنا ويقول وكذا ويجبد اسرار وهذا وهذا. وكان داك المحامي ديالو تيغوت وقال لهم سيدي هذا السيد بويسكو القاضي عنده ملف اللي تيبرأ هذا السيد هذا، هو قدامه هذا الملف، خص هذه البراءه، خصو ياخذ البراءه ديالو. القاضي ما لقى ما يدير، الملف اللي قدامه ما فيش شي تهم اللي يمكن يخليو داك السيد في الحبس، هو يحكم عليه بالبراءه. خرج داك السيد من الحبس. ولكن هذا المشكل نوض واحد المشكل كبير في بلجيكا ما بين الشرطه وما بين القضاء، ودخلوا في الاحزاب، ودخلوا الناس السياسيين ووزاره العدل، وتخربقات عنه كبير، والصحف تكتبوا، واضطروا بلجيكا اضطرت باش داك السيد يرجع للمحاكمه بعد ما تبين لهم البحث اللي داروا البوليس بان كان تخرويط في ذاك الملف، والناس دخلوا لداخل المحكمه حرمه المحكمه اللي غنقولوا، واستطاعوا يحيدوا اوراق وحيدوا حجج واستطاعوا باش يبرئوا ذاك السيد وردوا ملف فيه البراءه. ولكن الملف اللي عند المدعي العام ما فيش البراءه، ولكن تبقى الكلمه قاضي المحكمه الاخر. مع المحامي زعم عليهم ذاك المحامي وجبد ما يثبت البراءه ديال الاخر، وكما نقول لعبوهم دوك العصابه واستطاعوا يبرئوه. ولات صداع كبير، ولات قضيه سياسيه بلجيكا، ولات قضيه كبيره اجتمع عليها البرلمان البلجيكي ورواة الروينه وهذا، وتهم الناس اللي لعبوا، شكون هذا اللي كان قاعد تما، شكون اللي دخل، شكون اللي قاس ذاك الملف، شكون اللي كذا، وامروا باش ذاك السيد يتعاود يطلق عليه القبض داك سامي وتقدم محكمه من جديد.
داك سامي ديك الساعه هرباتوا العصابه، وفين جابتو للمغرب، دخل المغرب بطريقه قانونيه، ان ما كانش بحوث عليه ديك الساعه. هما شافوا ما بقى شيء، داروا عليه برقيه على الصعيد العالمي من طرف الانتربول، داروا عليه برقيه ديال القاء القبض، ولكن هو دخل المغرب ما دار عليه ديك البرقيه قبل ما يدي عليه الروشيرش. داروا حنا باش نفسروا للناس، دار عليه الروشيرش، داروا عليه الروشيرش على الصعيد العالمي، وهذا الروشيرش خارج من الانتربول. البوليس الدولي، الشرطه الدوليه ولا البوليس الدولي اللي داخل فيه المغرب حتى هو من الناس اللي داخلين في هذه الشرطه هذه. هو دخل المغرب بطريقه قانونيه، وبقى عايش في المغرب، بقى واحد المده. لما وصلت البرقيه ديالو للمغرب، ولا تا هو الروشيرشي عندنا حنا في المغرب باش نشدوه ونقدموه لبلجيكا. ولكن القانون ديالنا حنا في المغرب بحال ديال الدول الاخرى ماشي غير تنشدوه في الزنقه نقول لك ديال بلجيكا، تنجيبوه وتنخليوه في الحبس واحد الوقت كبير، وتيبقى الدوسي ديالو عند المجلس الاعلى للقضاء، وذاك المجلس الاعلى للقضاء تيعاود يدرس القضيه ديالو وتعرف شنو عنده وعلاش هو روشيرشي، وتيتبتوا عليه داكشي عاد تيصيفطوه لديك الدوله تيسلموه. والان هذه العمليه باقا بيننا وبين اوروبا، ماشي واحد تيدير شي حاجه تما وتدار ليه المذكره البحث على الصعيد الدولي، تتشدوا ديك الدوله وتدوزوا من هذه المسطره هذه وتعطيوه لينا. شحال من واحد جابوه لينا، وشحال من واحد داو من داو لهم، هادشي عادي. هو من بسبب بانه لا روشيرشي حتى في المغرب بغاو يخرجوه صحابو، بغا يدوه لدوله اخرى، جاو بغا يخرجوه، داز على طنجه، على الميناء ديال طنجه، من تما بغا يخرج. لا ديال طنجه لقاه مبحوث عليه روشيرشي، شدوه البوليس، دخلوه حاول يلعب، خدم رشوه، خدم هذا، خدم كذا، داكشي ما كداش ليه. خصو يجي من الرباط، يا ربي من طنجه من الميناء يجي في التران يجي للرباط باش يحطوه في العلو، لانه ولا تابع تحت تصرف المجلس الاعلى للقضاء، لانه اجنبي. القانون تيعطيه هذا الشيء هذا باش يكون تحت اشراف المجلس الاعلى للقضاء، المسطره ديالو تتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، هو اللي غيحاكمو، هو اللي غيبحث معاه، هو اللي غيسلمو، خصو يجي الرباط. لما كان جاي في التران حاول يرشي داك البوليسي، وجابو بوليسي واحد. شوف حفظ الله انه كل عصابه كانت تابعه من اللور يطلعوا التران ياخذوه يقتلوا البوليسي، ولكن خطفوه من الميناء وجابوه البوليس باش يخطفوه، لقاو عليه قبل جابوه. ربما ديك العصابه ما كانتش عندها الاهليه، ما كانش عندها القوه باش تعرفوا فين شكون اللي داه، منين جا، كذا كذا كذا. جابوه ودخلوه للرباط. كان بغى يرشي داك البوليسي ما بغاش ليه، وكان بغى يهرب لذاك البوليسي، حاول واحد يهرب لذاك البوليسي، كان داك البوليسي ما فلتوش، شدوه ما طلقش منه حتى وصلوا الرباط. هبطوا جاو الشرطه تما تلقاو ليه في لاكار، وداوه للسجن ديال العلو، حطوه تما اشاره مجلس اعلى للقضاء. هاد بوليسي واحد يجيب مجرم واحد، ما بقاتش عندنا دابا، ما بقات شيء اليوم. اي ترونسفير سجل من هنا لهنا تمشي سياره الشرطه هي تجيبو، وفيها الشرطيين تيجي مكبل اليدين. كان ديك الساعه جابوه في الكار، جابوه غير في طاكسي، جابوه في كذا. ما كانت شويه الاجهزه كانت ناقصه، المواصلات كانت ناقصه عندنا في الاداره العامه للامن الوطني، ولكن داكشي الحمد لله تحيد، لان الجريمه دازت 1986. جابوه السجن ديال العلو، بقاو حطوه تما مع المغاربه. واحد نصرانيه تجي عنده من هولندا، هولنديه تجي عنده، بقات تجي عنده، هي متبعاه وبقات تجي عنده. مشات مجلس على القضاء وقالت لي مودي هاد السيد انا بغيت نتزوجو، هي سميتها ماري، بغيت نتزوجو وراني متفقه مع الزواج، ودابا راه تشد عندكم هنايا، خصني نزورو، خصني نشوفو ونزورو. سمحوا لي باش تبقى تزور، عطاو الترخيص وبقات تزورو. شدات الفندق في لوطيل وبقات تزورو، وكانت تجيب ليه اي حاجه خصاتو. وتعرفوا رئيس عصابه، وكان ديك الساعه ماشي بحال اليوم الحمد لله، ما بقاتش هذيك القفه وجيب ليه القفه، ما دخل ليه، لان اليوم في المغرب تحيدات ديك القفه. تنقولها للناس اللي ما عارفينهاش، الناس الجاليه ديالنا اللي في الخارج ومغاربه العالم اللي ما عارفين شيء، بان ديك القفه، ديك الدوله القفه السجن، جاب القفه من السجن، ديك القفه الدوله لاحظت بان خلقت مشاكل كثيره. ديك الماكله تيدخلوا الناس
تيدخلوا فيها المخدرات، تيدخلوا فيها الكارو، تيدخلوا فيها يرشيو بعض الناس تما في يبيعوا الشراب ديك القفه. القفه دارت مشاكل كثيره، الدوله وقفت القفه. الماكله داخل السجن اليوم، راه الماكله ديال السجناء تتكلفوا بها دي تريتور ممولين، تتكلفوا بها دي تريتور في السجون، الماكله في السجن. وكل سجن فيه حانوت اليوم، كل سجن فيه واحد حانوت كبير فيه مواد غذائيه. اللي بغى يشري شي حاجه خصو يشريها من داك الحانوت، وما عندوش الفلوس، حتى الفلوس ما بقاش تدخل، خص تصيفطها ليه من البوسطه، تصيفطها ليه تمشي للسجن. الله يحفظنا ويحفظكم. اللي عنده شي عائله مسدوده تيمشي للسجن، والسجن لما تيدخل تيولي ودي واحد عندنا مسجون، تيولي بغي نصيفط ليه فلوس، تعطيه واحد الرقم ديال داك السجن، تيمشي هو للبوسطه، والبوسطه يصيفط الفلوس للسجن، والسجن تيعيطوا عليه تيقول ليه عائلتك صيفطت لك واحد الماندا، ها هي جاتك فيها 300 درهم، 300 درهم هي اللي في الاسبوع، 300 درهم ولا 100 درهم ولا هذا، اما 300 درهم هي هذا في الاسبوع. تيقول صيفط لك 300 درهم هي، و 300 درهم هي في الحانوت، الا بغيتي غتاخذ فيها مواد غذائيه عاديه، ما يقيش الفلوس. تيدخل تياخذ الصابون، ياخذ ماكله، ياخذ دانون، ياخذ طاكير، ياخذ داكشي اللي بغا ياخذ من تما. الحاجه اللي ما فيهاش خطوره عليه وما فيها شيء، اللي هي ماشي في علب حديديه او كذا اللي غتسبب جروح او تسبب شي حاجه، فيها الامان. هادشي اللي ولا دابا. ديك الساعه اللي كاين القفا، وهاد تعرف القفا كانوا بادين مساجن، كان المسجون اللي تدخل اللي يدخل له عائلته 5000 درهم في الشهر ديال السلعه، كانت تدخل ليه مليون حسب المساجن. كانوا اغنياء داخل الحبس، كانوا اغنياء في الحبس الداخل. حنا عشنا في الحبس وشفنا بعض المساجن اللي عنده الثلاجه عنده فيها كل شيء محطوط، وبها تيخدم ويلعب ويبيع الكارو ويدير الكارو ويبيع الماكله ويدير والعائله ديالو تدخل ليه. هاد ماري هادي كانت تدخل لك سامي اي حاجه بغاها، ومشات بغات دير واحد المحامي هنا في المغرب. واحد المحامي تلاقات فيه عند محامي، تلاقات واحد المغربيه. هاد المغربيه بدات كتخدم في السياحه، وكانت هاد السياحه من بعد مابقاتش خدامه، ولكن تعرف بزاف اللغات. تعرف دوك الناس اللي كيد وداكشي اللي في السياحه تعرفوا اللغات بزاف، تعرف تهضر بالفرنساويه بالاسبانيول، تهضر بالانجليزيه. وكانت هاد البنت جميله وعندها قوام وتريز انتيليجونت. واحد البنت كما تيقول الاستاذ رحمه، تيقول كانت واحد الجمال خارق، وكانت واحد القلده، واحد الطول والشعر وداكشي، وكانت جذابه ديك البنت هذيك. وتلاقات بها، والاخرى هضرت معها وذكرت معها وتناقشتها، وشافت بانه هذيك البنت مغربيه مطوره بزاف، وتعرفت معها تما وتصاحبت معها. وهذيك البنت دات هذيك ماري داتها لدارها. هي ما عندهاش دار، عندها واحد كارسونيير كاريه هذيك البنت كاريه واحد كارسونيير بوحدها، كارسونيير دار صغيره فيها بيت وكوزينه وكذا بوحدها، كاريه بوحدها. دخلت عندها وتعرفت معها، وقالت لها ودي انا راني هنا في المغرب على واحد السيد غادي يتزوج بيا، هو رجل اعمال لاباس عليه بزاف، رجل اعمال، وتشد على والو وخرج بريء، وتشدوا له كذا وجابوه هنا للمغرب يتسناو باش يديوه لبلجيكا وكذا، وعنده معامل وعنده. ودابا انا بغيتك تساعديني، لان ملي غنمشي انا لهولندا، لان خصني نبقى نمشي ونجي، بغيتك انت تكلفي باش تدخلي الفلوس اللي بغيتي، وتبقاي تدخلي لي الماكله وتدخلي داك الشيء وهذا. وهذا الشيء غيكون بالمقابل، اي حاجه بغيتها نعطيها لك ونخلصك. اخرى قالت لها حتى هذا حل مزيان. مشات معها واحد النصيج ودخلت معها وشافته وهضرت معها وتكلمت معها، قالت لها السيده اللي غتبقى تجي عندك. ومشات ديك الهولندي وخذات لها واحد الفلوس بزاف. هذيك المغربيه ديالنا هذيك مطوره بزاف، بقات تدي لي ديك الماكله، وتعرفت مع دوك الكارديانين ديال الحبس، وتعرفت معهم بطريقه هك وهك بلا ما نهضروا، وتصاحبت مع شي وحدين فيهم، ولات غدا تقريبا كل نهار غدا مدخله لي داكشي اللي بغا، كل نهار مدخله لي داكشي اللي بغا، واللي قال لها تجيبها ليه. وتعرفوا معها بعض الكارديانين وبقاو تيساعدوها، حتى انه توزي تتبع ما بقاش تصف لما تجي، هي ما تعرفش تصف مع الناس، تدخل ديريكت. لان كما قلنا بلجيكا داك الدوسي تخربق وخسروه في بلجيكا في الوقت في المحكمه، داخل المحكمه بالرشاوي وبالصداع بهذا. الرشاوي في كل بلاصه في العالم، ما كاينش شي دوله في العالم ما فيهاش الرشوه. حتى ديك خيتي ديك هاد المغربيه لما بقات تمشي للسجن بدات تترشي بعض الناس حراس ديال السجن،
تترشيهم باش يسهلوا لي هذاك الدخول والخروج. اهلا لاباس عليك، تفضلي كذا كذا، تتعرف معاهم، تدير هذه تدير هذه تدير هذه. ولات معروفه ما في السجن، معروفه هذيك جاي عند الهولندي، جاي عند الهولندي، ولا خصو شي حاجه هي موجوده. لما شحال في هذه العمليه، واحد المره جات ديك سالي، ديك ماري جات من هولندا، لانه هو سميتو سامي وهي سميتها ماري، يمكن بقاو تيتخالفوا ليا بعض المرات بجوج. جات عندها واحد المره قالت لها شوفي راه عاوتاني الفلوس اللي غيقدوك وداك الشيء، ولكن بغيت نقول لك واحد القضيه، حنا محتاجين لك. راه هضرت مع الاخوان تما، وراه عندنا واحد الاخ راه غيتعرف عليك هنا، هولندي مسلم ساكن في طنجه، وواخد مغربيه، وواحد السيد بغى يهضر معاك انجليزي ساكن في جبرالتار، جبل طارق. وعندنا مغربي من المغاربه ديالكم، رجل اعمال حتى هو في طنجه، راه يهضروا معاك ويتكلموا معاك، ويهضروا معاك شنو خصك، شنو بغيتي، واش تمشي لبرا، واش كذا واش كذا، وانت بنت خصك تمشي لبرا، وانت بنت السياحه برا كتخدمي، عندك اللسان تخدمي فيما بغيتي، تقدي تزوجي تما. وهاد رجال الاعمال دابا هادو راه معاهم، مشى الشركاء ديالهم وتيخدم معاهم، وعندهم شركاء في الفلوس وفي المعامل داخل وخارج هولندا. دابا بغيناك توقفي معنا في واحد القضيه. هاد الشيء دابا هاد السيد باقي مشدود، شوف شحال من شهر مازال غير شهور اخرى وغيسلموه لبلجيكا، وحنا ما بغيناش نسلموه لبلجيكا، بغينا ندخل لهولندا بلادو، وبلجيكا حكار عندهم مشاكل مع هولندا كذا كذا. حنا بغينا نهربوه من المغرب ونديوه. دابا شوفي شي خطه، عاونينا انت تدخلي وتخرجي، شوفي شي خطه. وهو راه عنده واحد خطه، راه غادي يقولها لك، غتدخلي عنده هاد المره. هنا بدات طمعات هذيك البنت، طمعات تتشوف الفلوس، تتشوف غتخرج للخارج، تتشوف راسها مع رجال الاعمال غير الكبار، تتشوف ديك الفلوس اللي تجيب ليها ماري فلوس صحيحه كل مره. طمعات بزاف. دخلت عند داك خينا واحد النهار ولست معاه وقالت ليه، راه هضرت معايا ماري، هضرت لي على القضيه ديال الهروب، كيفاش غنديرو؟ قال لها شوفي ما تهضريش معايا دابا على الهروب، دابا خصك تبدليني باش نخطو لهداك الشيء اللي قالت لك. خصك تعاونيني مع هاد الحراس ديال السجن، وتعاونيني يحيدوني مع الزنزانات اللي فيهم انا واللي فيهم المغاربه، وديني واحد الزنزانه، ديني واحد البيت فيه الاجانب، واحد البيت رقم 18 وهو واخد اخبار ديال الحبس، سول المحابسيه كلهم تعرفوا. وداك 18 فيه واحد الماني وفي واحد فرنساوي، جوج ديال الاجانب اللي هما يبغوا اكسترادي باش يديهم الدوله ديالهم، هما جوج. خصك بغيت كديني معاهم، خصني نكون ديك الغرفه 18، ديك الزنزانه 18، داك البيت 18 اللي في الحبس كما تيقولوا الناس، داك البليقه 18 تما خصك ديني. راه كاين تما هولندي ومع فرنساوي، ونجلس معاهم هما وما ندير حتى شي حاجه تنكون معاهم هما. قالت لي واخا. قال لي انا غنخدم من الداخل، غادي نخدم مع حراس مع داك الشيء، مع داك الشاف الشومبري وروينه، وانت لعبي مع الناس ديال برا. قلت لي كون هاني. خدموا في هذه القضيه، وهذه القضيه نجحات. واحد النهار تشدوه، حيدوه من عند المغاربه ودخلوه مع دوك النصارى مع الاجانب، بقى جالس مع دوك الجوج ولاو ثلاثه في بيت مخيره. وكان هو في واحد البيت فيه واحد مجموعه ديال الناس، وكان دوك البيوت اللي هم شويه مهملين مسخين وداك الشيء، وهذا. المهم جلس مع هذوك. واحد النهار جات عنده قالت ليه شنو انت اللي تتخطط؟ قال لها لا بغيتي نهرب من هنا، خصني نهرب من السبيطار، خطي ليا باش نهرب من السبيطار. انا غادي هنا نمرض اليوم هنا وغنرتاح لهم هنا، هما غيديوني من السويسي، وانت خطي كيفاش تهزيني من السويسي وتهربي بيا. قالت لي واخا. قال لها شوفي مع ماري راه غنزيدك الفلوس وتعطيك داكشي اللي خصك كله، ولكن صوب هاد الخطه هادي. هنا هضر معاها، اتفقت معها وخرجت. هنا اتصل بها هذاك المغربي اللي في طنجه اللي هو تا هو صاحبه، اتصل بها وقال لها شوفي انا مغربي وانا في طنجه وانا رجل اعمال ولا كذا ولا كذا، دابا انت دخلتي معنا في هذا الشيء، حنا مستعدين معك باي حاجه، واتصلي بيا، التليفون ديالك عندي، التليفون ديالي عندك، وهضري معايا وتذكري معايا وكذا وكذا، ونزيدوا لقدام وكذا وكذا. وراه غندوز لك واحد صاحبي داك الهولندي، حتى هو هولندي وراه هنا في طنجه،
وراه هو هولندي وسلم ومزوج مغربيه، ها هو غادي يهضر معاك. وهضر مع هذاك الهولندي وقال له شوفي حنا تخافي شاير غنهزوه غادي نخطفوه ندوه جبل الطرق في جبرالتار. عندنا واحد الانجليزي وذاك الانجليزي راه هو اللي غيتكلف من جبرالتار جبل الطريق يديه لهولندا. وفي هولندا راك غتمشي معنا وغتعيشي واحد العيشه وراك كتعرفي والناس ديالنا راه غيرحبوا بك وكذا 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 وكذا. تنذكر هنايا في ذاك الوقت 86 راه ما كان شي بورطابل، ما كانش شي بورطابل، كان تليفون فيكس للتليفون فيكس. ولكن المراقبه كانت ديك الساعه، كانت المراقبه يمكن ديك الساعه مع المهندسين ديال لابوست يعرفوا هذه المكالمه مشات هنا وهذه المكالمه مشات هنا المكالمه مشات هنا في ذاك الوقت. ماشي حتى عندنا البورطابل عاد كاين المكالمه نعرفوا منين دازوا في غاديين وهذا، لا كان يمكن شي مكالمه يعرفوها المهندسين ديال البوسطه. هذه المكالمه تعيطت من هنا لهذا الجي وهذه عيطت من هنا لهذا الجي. على اين هذيك السيده كان عندها فين تتصلوا معها التليفون فيكس ديالها في الرباط وهما في طنجه تتصلوا معها. هذيك السيده خدمت واحد الخدمه استطاعت باش ترشي واحد الحارس، وهذا الحارس هو داك اللي تيهز في الترونسفير الطوموبيل اللي تدي المساجن تجيو من المحكمه وتديهم من السبيطار ديك السياره ديال السجن. ذكرت معاه فضت معاه وقالت ليه راه غادي يطيح هو لداخل وراه عنده اللعبه كيفاش غيمرض وراه قاد راسو هو لداخل صاوب راسو على هذه القضيه هذه باش يديوه للمستشفى وانت خضر معايا انا لما غتجيبو تما غتسهل لينا باش يعلق. قال له ودي راه حنا تنمشيو ثلاثه الناس. قالت لي انت غادي تبقى بجنبو خليهم في السياره شوف كيدير لهم دخل معاه الداخل ولكن بلاصه راه غيدخل المستعجلات حنا صاوبنا ملي غادي يخرج ملي غادي يدوز وغنركبو في الطوموبيل غنديوه. تم اتفاق على داك الشيء ومشاو داك خينا والامور مشات هكا. هذاك النصراني هذاك الهولندي طاح في السجن بقى بانه عنده شي وجع في البطن ديالو تيغوت يتركب في الارض وهذا تاع حراميات. جا داك الممرض ديال لانه حتى نقول طبيب ولكن غير ممرض تيكون في السجن. جا داك الممرض ديال السجن عيط على الطبيب. جا الطبيب من برا شافوه قال لهم ديو سويسي عطا ورقه. لما داو السويسي هذاك المدير ديال السجن ديال العلو في ذاك النهار بالضبط شم شي ريحه ما عجباتوش بحال عاق. قال لهم الطوموبيل غيمشي فيها ولكن ما يمشيوش دوك الثلاثه اللي ديما تيمشيو غنديو ثلاثه اخرين يكونوا صحاح كذا وكذا. هو يبدل الحراس. لما بدل الحراس خسرت العمليه وعطى تعليمات لوك اللي غيمشيو معاه قال لي اتونسيون هذا تزحقوه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. مشاو مع حراس اخرين ماشي داك اللي دارت معاهم الدريه تصيدات ولاو داو السويسي داووه. هو تيتسنى شي فلته ما كايناش وما ردوه الحبس. هنا تخرقوا على الحسابات. دوك اللي دارت معاهم قال لهم عندنا ما نديروك. داك اللي دارت معاه واحد اللي دارت معاه قال لهم عندي ما ندير لك راك شتي المدير بدلنا. كيفاش بدل المدير؟ هذاك المدير شم الريحه او داك اللي دار معاها تراجع. داك الحارس تراجع وقال المدير ديالو انا ما نمشيش. خاف راسو دار فليساتو وكحز اللور عبر من عندي انا عبر كحز اللور. هنا عيط على ذاك المغربي اللي في طنجه عيط لها ويهددها بالموت. قال لها شوفي حنا ما تنلعبوش هنايا انا كذا كذا راه كذا كذا ما نعرفوك شيء ما تاتا هاد المره دوزناها هذيك مره اخرى والله تتموتي انا كنت تنعرفوك شكون انت وفين كاينه واش تديري وراه حنا معاك في الرباط هذاك تندور بجنبك ما تعرفيناش. هنا البنت تخلعات قالت لهم اعطوني مهله نفكر في شي حاجه اعطوني مهله. هذاك الهولندي لما بدات تدخل عنده تدير الرسائل اللي توصلوها تدخل عنده رسائل تتخرج لك ثاني باش تتصل بهم بالتليفون. قال لي ما قال لي واحد خطه. قال لي شوفي شي واحد اللي يدخل لينا من الكارديانات يدخلنا لك الحراس يدخلنا من النشر ديال الحديد رقاق لي لامات ديال الحديد يدخلهم لينا. شوفي شي واحد دبري عليه. هنا مشات هزات واحد الحارس كان مرة تدوز تضحك معاها جون باقي صغير عنده 24 عام. عرفاتو سيليباتير عرفاتو بانه تتعاطف معاه شي شويه وهزلاتو وهي دير معاه باش يتلاقاو. دارت معاه باش يتلاقاو وتلاقى بها واحد المره وكانت تجي هي
ما قلتهاش لكم؟ كانت تجي هي لما كانت تجي كانت لابسه مزيان، تجي الاناقه وتجي داك اللبس شويه كما تنقولوا حنا متبرجه، وكانت تجي مصوبه الماكياج ديالها، وكانت تجي ماسطه مقاده ديما مقاده باش تكون جذابه باش تتجر شويه كما مذكورنا في المسطره. هذه كانت دارت هذا السلاح هذا ديال الماكياج وديال اللبس وديال كذا، وكانت تدغوي بشي وحدين وتتلاقى مع شي وحدين تمشي معاهم منهم، وطاحت على ذاك الولد. مشات مع ذاك الولد وقالت ليه انا بغيتك وتنبغيك وانا فاش غنقول لك انا ان شاء الله ناوي نخرج للخارج، وانا مشيت للخارج ما نخليكش ورايا، وانا مشيو حتى تما ونتزوجوا وكذا وكذا. ودابا خويا انا واحد القضيه انا خصني نساعدك، انت المنظره شويه ماشي حتى تما كذا، حاجه اللي بغيت نعطيها لك. ولا تخرج معاه تمشي معاه، حتى ولات معروفه معاه في الرباط، عرفوها بعض الناس تعرفوها ديما تخرج معاه في الرباط، لان هي قالت لذاك الهولندي عطيني وقت الله يرحم باك، عطيني وقت. هادشي تيطلب واحد 4 شهور 3 شهور 4 شهور باش نقاد راسي، باش يمكن لي نجيب واحد اللي غيعاوننا في جريمه. انا تقول لي غدا ديريها، قال لي انا قابل ماشي شغلي، واخا تبقى حتى 6 شهور ماشي شغلي، خدمي على راسك. طافت معاه حتى ديه لي ريستورون تياكل، كان تيشرب تديه يشرب، تديه لدارها بويسكو دارها هي بوحدها، كارسون فين ساكنه بوحدها دارها. هذاك مسكين لقى اللي بغا، لقى اللي بغا الفلوس بجيبو، لقى اللي بغا واحد النهار تقول عليه. قلت ليه شوف انا خصني نمشي لبرا، وما يمكنش نمشي لبرا الا لا مشى ذاك الهولندي قبل مني، وانا انت اللي غنتزوج بك، ولا تزوجت بك راه ما تبقاش معايا هنايا، خصك تمشي معايا، نمشيو نعيشو ونديرو كذا وكذا. شوف شحال ديال الفلوس تعطيوني دابا، شوف شحال ديال هذه شحال هذه. السيد هو يطمع، هو يقول لها واخا، وقالت ليه راه عندهم كيفاش يهربوا هما الداخل، عندهم كيفاش يهربوا، يا ما تخاف، ولكن عاونا نخليهم واحد النصل ديال الحديد رقاق، النصل باش ينصوا الحديد. قال لها علاش لا؟ هو يدخل لها نصل ديال الحديد، نصل ديال الحديد، ودخلوا من الهولندي وعطاهم ليه، لانه حارس الحبس يدخل كما بغى يمشي كما بغى. بكري كان هاد الانفلات الامريكان في السجون كان بكري، ما بقاش. دابا ولاو منسقين ديال المديريه اداره السجون داخل اي سجن، كاين واحد ولا كاينين جوج، المهمه ديالهم هي المراقبه، والمهمه ديالهم هي تتصل ديريكتومون المديريه ديال السجون، ماشي بالمدير السجن. هما تيراقبوا حتى المدير ديال السجن وجميع الحراس وجميع السجناء، وتيديروا تقارير يوميه او اسبوعيه تيديروها او شهريه تيديروها. فوق ما كانش تقارير تيصيفطوا الان في السجون، حراسه فوق حراسه. اليوم جميع السجون ديال المغرب ما بقاش داك التلاعب، ما بقاش داك اللعب، كاين موثقين وكاين مراقبين. الا بغينا نقول مراقبين ديالهم مديريه السجون ديالهم الان جميع السجون ديال المغرب، انديبوندون حر، ما يحكم فيه لا المدير لا هادي لا ديك، بوحدو عنده كتاب ديالو ومراقب السجن شنو فيه. كان داكشي بكري راه دخلوا ليه الحشيش، راه دخلوا ليه كذا، دخلوا ليه طاطا، دخلوا كذا، لا كان لا دخلوا ليه ولا زعتروا ليه، والله يحفظنا ويحفظكم من السجن. دخل ليهم دوك المناصر، اش بقاو تيديروا هما ثلاثه في السجن. بداو تيديروا واحد تيطلع واحد فوق كتافو، وواحد تيراقب الباب لا يجي شي واحد. اولا تيخدموا في النهار اللي فيه داك الحارس عنده داك الكولوار، داك الجناح، السجن فيه جناح، واحد جناح جوج ثلاثه. داك النهار اللي تيكون داك الحارس تما، هو اللي تيمشي ويجي ويطلع الزنزانات، تيكون تما. ثانيا الخدمه تكون في النهار، ما يكون الضوضاء في الحبس، الحبس تيهضروا وما خدمش، تيغطيو داك الباب بواحد الزيف بقاو يخدموا لداخل. هاد الخطه مشات بهذا الاتجاه، اولا العمل في النهار، ثانيا يكون داك الحارس صاحب ديك المغربيه اللي هضرت لكم يكون خدام لانه على علم بالعمليه، او يكون فوق عساس تيدوز تيقد يشوفوا من دوك الشراج الفوقانيين ديال السطح تيقشعهم كلشي. لان السجن العلو كان اللي فوق اللي في الفوق تيدور فوق السطح، ولكن تيقد يشوف لداخل، تشوف السجن وكذا كذا، وتيخدموا هاد العمليه. يبقاو خدامين واحد المده حتى قطعوا الحديد. لما قطعوا الحديد بقاو تيطلبوا لخيتي نجيبوا الميزارات يكونوا صحاح،
تدخل هي ليزارات، تدخل جوج ثلاثه زعما يبدل ليزار، تخرجوا ليزار الوسخ، نخرجوا ليزارات، تدخل ليزارات تدخل ليزارات. مقطو الحديد عزلوا واحد النهار كان الحد والليل، اتفقوا مع 9 الليل الحديد راه الحديد صافي بقى غير لاصق، غادي يحيدوا داك الحديد وغادي يخرجوا، ودوك اليزارات غادي يهبطوا. ليزارات هي تجيب لهم وتيجمعوا بزاف ديال الزارات، غادي يديروهم وغادي يهبطوا من الحيط. شكون اللي كاين في السطح؟ قبل هذاك الحارس في نوبته الحراسه في السطح، عنده سلاح ديال الطرف، واحد تيكون فوق في البارادور تيشوفهم تما في السجون، كاين واحد تيكون الفوق دوك اللي كاري تاع الساسين تيكون عنده سلاح. هما عزلوا النهار غيكون فيه هو باتفاق معاه. ونقول لكم بان الهولندي قال لك المغربيه جيب معاك شي سلوكه ديال النحاس، سلوكه ديال الضوء، بغيناهم نجيبهم معاك. جبتهم معاهم. علاش؟ ديك الليله اللي غادي يخدموا غيهربوا فيها، المهم كيما قلت لكم كان واحد يطلع واحد والاخر تيبقى يقطع فط 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 فط. والله ما اللي سال تيحيدوا طلع وحده جديده فط فط، لان شحال كان 4 الباروات خدموهم دوك الباروات، حيدوهم خاطر يطلبوا الوقت، عوجوهم منين يخرجوا هما، كادوا صوبوا ليزارات هزموهم. واحد طلع وليزار طلع، الاخر طلع والثالث طلع وخرجوا فوق السطح. شكون اللي تيتسناهم تما؟ تيتسناهم الحارس. ولكن من داك الشرجم باش يخرجوا للسطح كان واحد البلوك ديال السيما، داك البلوك ما لاصقش واقف، بلوكات دايرين، حيدوا عاونهم هو في واحد البلوك، حيدوه باش خرجوا، جاو عنده هو، شدوا داك السلاح رموه بالعاني لواحد الجهه وضربوه هو راسو هنايا واحد الضربه بالعاني، وكتفوا ليه فمو، كتفوا ليه رجليه، شي باتفاق معاه، كتفوا ليه رجليه كتفوا ليه فمو. هي ديك الساعه اش دارت؟ اولا خوات مع 8 خوات الدار اللي كانت فيها، اللي كانت كاريها، وكانت خواتها من الدار قبل، وشدات راسها وعطات السوار تما ليها، ومشات لواحد لوطيل، ودخلت لوطيل وجلست في لوطيل تتسنى الليل، خدات لاشامبر، خدات كلشي وبقات في لوطيل تتسنى الليل. لما جا الوقت لما طاح الليل وكانت الشتا، مشات واحد السيرفيتمون وسبرديله وجدات راسها وهزات واحد البيل ومشات لجنب العلو من جهه المقابر، وعطات الدخينه السينيال. هذاك الحارس الفوق بالبيل عطاتو السينيال زعما انا جيت، وعطاها السينيال اللي هما راه خرجوا، وهنا وراهم هو ملي غيدوزو يهبطوا بلاصه اللي سهله، هما يهبطوا منها، علقوا ديك القنبه ديالهم حزموها، ديك الليزار ديالهم حزموهم، بقاو هابطين. ومن سوء حظهم واحد ولاد الحراس ديال الحبس، دراري والديهم ساكنين حدا الحبس، هما وخدامين في الحبس، المساكن الوظيفيه ساكنين حدا الحبس، غادي لدارهم في الليل، تيبان لهم الناس هابطين 3 مع الحيط في الليل. شوف قال لي شتي، شوف انا غادي نعلم با وتتبعهم فين غيمشيو. واحد فيهم شوف حرفت بوك اللي يغلبوك، وكانوا دراري عاديين ما يديو ما يجيبوهاش، غادي نهربوا صافي اسكت. قالوا لا، طورين شباب مغاربه ولاد البلاد كما تيقولوا، حرين مغاربه حرين. واحد قال لي شوف انا غنطلع عند الوالد حيت باه كارديان وانت سير تبعهم، خلاتو خيتنا هبطوا، ديك الدراري بقاو مخبين، بقى تابعهم تلقاو ديك خيتي لقاوها، هضروا معاه، بقاو غاديين شادين الطريق، وديك خينا غادي تابعهم، وشاد الطريق وداك الدري تابعهم. مشاو شدوا واحد الطاكسي ركبوا فيه، كان تيتسناهم واحد مول الطاكسي ركبوا فيه 3 طاكسي كبير، وداك الطاكسي ما تشد مولا مسكين ما سي خبر، قال لي واحد العائله، قال لي واحد النصارى غنمشي نجيبهم من واحد الدار هنايا من عائلتنا وكذا، ما عرفتش بانهم هربانين، ركبوا معاهم وزادوا. هذاك الدري شد واحد الطاكسي وتبعهم، ولكن مشاو سلا، دخلوا من الرباط لسلا، تلفوا ليه رجع تيجري ومشى لواحد التيليبوتيك وعيط من التيليبوتيك، عيط على ذاك الولد في دارهم، وقال لي شوف راهم مشاو سلا، قول باك راهم مشاو سلا. هنا اكدوا داخل الحبس بانهم هربوا، وناض واحد الصداع كبير، وناض هما يعلموا البوليس، هما يعلموا ديك الساعه سيدريس التباع اللي كان رئيس مصلحه الشرطه القضائيه بالرباط، علموه هو يجمع الناس ديالو كاملين، ودار واحد البرقيه المغرب كامل باش يكون لي باراج بجميع الطرقان، لانه قضيه خطيره. هادو ماشي مغاربه هربوا لينا وحنا راه نشدوهم، هادو نصارى، وماشي حنا نصارى وصافي، لانه نصارى ولكن
تلطخ السمعه ديال البوليس ديالنا، وتلطخ السمعه ديال السجون ديالنا، وتلطخ السمعه ديال وزاره العدل ديالنا في هذاك الوقت. وغادي يبدا بلجيكا ولا هاد هولندا كريتيكو يهضروا فينا، هربوا لهم 3 هربوا من السجن، استطاعوا يديروا، المغرب ما فيه يدوش، المغاربه كذا، وغتدخل فيها الصحف، وتولي قضيه قداش. يعني هاد السيد تبع عطى واحد اوامر ديك الساعه باش لي باراج يكونوا لا راه تكون في جميع المدن ديال المغرب، ما عندهم فين يدوزوا. انتقل كما قلنا السيد تبع مثل السجن، وتاكدوا من داك الشيء، وطبعا وشافوا داك الحارس اللي هو مضروب اللي ضربوه في سطحهم كتفينو، وداو ديك الحارس للسبيطار، وتبعوا له السبيطار. قال لي كي دايرين هاد الناس، هضرنا على هاد الناس، قال لي ما ودي هاد الناس راه هذا خرجوا ضربوني راسي وكذا وطاطا 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 وطاطا. هنا لقاو الهضره ديالو فيها دخول وخروج في الهضره حسب الكلام اللي توصوا به من المدير بعد حراس. يلا يا ودي هذاك السيد هذوك هي كترجع عندهم واحد البنت، وهذيك البنت راه الصراحه راه هذاك الساجينيت اللي تضرب، هذاك الساجين اللي تضرب، هذاك راه كان بغى يتزوج بها وكان مصاحب معها، وكانت خليله ديالو وتعرفات معاه، وتيقول لي بغيت نتزوج بها. هنا البوليس جلسوه قالوا له شوف انت مضروب ولكن هاد الضربه خفيفه ما عندها والو، وانت دابا معانا وانت مغربي، قول لنا كل شيء. شكون هي ديك البنت؟ هذيك البنت لما مشاو للسجن يشوفوا هي اللي كانت تزورهم وتجي عندهم وتجي عندهم، ما لقاوش الاسم ديالها، ما لقاوش الهويه ديالها، كانت تدخل معوله على الرشوه ولا كذا ولا كذا، ودوختهم النهار الاول وما خداوش هذاك الشيء، ما عندهاش ترخيص من المجلس على القضاء باش تبقى تجي تشوفهم، ودخلتهم كانت تجي مع النصرانيه، دخلتهم تعرف معهم ولا تيخليو يدخلوا ولاد معرفه، ودارت مصيبه. قالوا ليه قول لينا انت تقول هاد النصارى هادو ضربوك ومشاو هربوا، وهاد النصارى كان ديك البنت هي تمشي تديهم وتجيبهم، وقول لنا شكون هاد البنت اللي كانت تزورهم البنت. قال لهم البنت هي فلانه. تعرفها؟ لا تعرفها مزيان. كنتي غتزوج بها؟ قالت لي غنتزوج بها. عندك الصوره ديالها؟ عندي الصوره ديالها. فين هي الصوره ديالها؟ قال لهم عندي في الدار. مشى عندها للدار خداها من الدار، قال لي ورنا فين كانت ساكنه. قال لي امراه ما بقات ساكنه. فين مشات؟ ورنا الدار ديالها، وراو الدار ديالها، قال لها دخلوا للدار ما لقاو فيها والو، مول الدار قال لهم خوات سيدي. قال لي راه اليوم مشات لواحد لوطيل في النهار، خرجت مشات لوطيل، اين لوطيل؟ وراهم لوطيل وفي راسو كلشي، مشاو لمول لوطيل. مول لوطيل قال لي السيده كاينه؟ قال له ولدي جات كرات عندي ولكن ما عرفت فين مشات هاد الليله هادي، هاد الليله ما كايناش. تعرفت البنت بلاكارت ناسيونال ديالها المسائل ديالها بكلشي لها، عرفوا البنت. هنا رجعوا للدري ذاك ولد الحارس اللي تبعهم، قال لي ما ودي انا حدي سلا. هنا بقى البحث في سلا، البوليس المخازنيه الدرك خرجوا الجهه ديال النفوذ ديالهم ما بانوش سلا. ولكن في مدينه قنيطره دارت واحد الحمله في ديك الليله السيده البرقيه اللي جاتهم باش يقلبوا على 3 ديال النصارى معهم مغربيه، ربما سلا دخلوا لقنيطره ربما كذا. اما طنجه محاصره، طنجه والمطارات محاصره ما يدوزوش. كان اكبر عمليه ديال السدود دارت في المغرب، ماشي اكبر، من اكبر العمليات ديال السدود اللي دارت في المغرب، ومن اكبر الرافل اللي دارت في المغرب باش يتشدوا هذوك الناس، باش ما يضحكوش علينا الاجانب، باش ما يكونش البوليس ديالنا موضوع استهتار وضحك البوليس ديال المغرب والو، القضاء ديال المغرب والو، وهربوا لهم من الحبس وكذا كذا، وغادي يوليو الناس يصحابونا حنا الحباسات ديالنا بحال شي دول عيانه، غادي يبقى يهرب لهم واحد يقطع الحديد ويهرب بحال داكشي ديال ليكوليك يدخل لهم من تحت الهضاب. المهم كان لابد من الايقاف، وكان السي تبع هو اللي شد، هو اللي تيعطي الاوامر ان شاد لافير، اي معلومات عنده تيعطيها، كلف حتى البوسطه كما قلنا. البوسطه باش المهندسين ديال البوسطه يجبدوا الاخر عطاهم التليفون ديال الفيكس ديال الحارس، التليفون الفيكس اللي كانت تهضر به، التليفون كانت تتصل به، الفيكس اللي كان عندها عطاوه لهم باش يشوفوا اي اتصالات اللي كانوا داروا. تلقاو هذا الاتصالات مع ذاك الهولندي اللي في طنجه، ودار اتصالات مع ذاك المغربي اللي في طنجه ديال معاهم اتصالات. هذا عطاو التعليمات. الشرطه القضائيه ديال طنجه مشيت للهولندي وتشد ذاك المغربي وبقى البحث عليهم. اش وقع في القنيطره؟ وقعت واحد القضيه زوينه، خرجوا لنا في تيدوروا في الليل تيقلبوا عليهم. واحد الوقت
جايين جوج مخازنيه في واحد الطاكسي شانقين على النصراني وعلى الالماني، شانق عليهم جابوهم في طاكسي. هادوك جوج مخازنيه حتى هما كانوا في الحمله وكانوا مكلفين غير هما بجوج، فين مكلفين حدا لاكار ديال التران من الجهه الاولانيه ديال لاكار، هما تيدوروا تما في ديك الظلمه تيمشيو من هنا، بان لهم واحد جوج جايين تيتسلتوا، مشاو لهم ويشنقوا عليهم، شنقوا عليهم. وما هو جميل كما قال سي تبع، شانقين عليهم ما دايرش لهم قيد في يديهم، شانقين عليهم وطاحوا دوك جوج مخازنين لحسن الحظ صحاح، وشنقوا عليهم في ديك الغويبه اللي تابعه لاكار، وجابوهم دوزوهم من لاكار وعيطوا على طاكسي تما قدام لاكار، ما عادوش على البوليسه، وقفوا طاكسي شدوا قال ليه دينا الكوميساريه وداهم جوج شانقين عليهم، قال لك مهبطينهم شانقين عليهم، مجا سي تبع بان حنا شنقد عليهم شديناهم. حقيقه القوه المساعده راهم تعرفوا رجال من بكري من عهد قبل الاستعمار، من الاستعمار داروا المخازنيه، المخزني اش دار، واش دار في وقت في جيش التحرير، واش دار المخزني اليوم، واش تخدم القوى المساعده اش تدير اليوم. القوى المساعده راه واحد بيلي، واحد الساريه من السواري اللي هازه الامن ديال البلاد. القوى المساعده راه لعبوا واحد الدور كبير الحمد لله في المغرب، كبير. راكم تشوفوا العمل ديالهم تلقاهم في كل مكان، في المدينه وخارج المدينه، في ضواحي المدينه، في القرى، وقادين بشغلاتهم خزنيه، وراه واحد الدعامه من الدعامه ديال الامن ديال البلاد. الله يخليهم لينا والله يساعدهم والله يعاونهم. دوك جوج مخازنيه جابوا هادوك جوج شانقين عليهم ودخلهم، وحضر سي تبع وشد الطريق وجا لقوا يطرق جليه شكون يشدهم هاد الناس، بارك لهم وسلم عليهم صافحهم وقال لهم هذا عمل بطولي، لانه هما ما مشاوش يحضر لاكار تيدوروا، مشاو تيقلبوا في الغابه اللي فيها الظلام تما كاين الشجر داكشي، مشاو تيقلبوا داخل، ربما هادو يبغيو يدخلوا من الغابه يجيو لاكار تحت الفكره ديال المعلمين، وجاب الله التيسير. هنا شدوا خياتنا جابوهم جلسوهم قال لهم دابا غتقولوا لينا فين مشاو، قال لهم مشاو لطنجه، هو ديك البنت مشاو لطنجه. لما لابيجي ديال طنجه شدت داك الهولندي وداك المغربي، المغربي لقاو داك المغربي بزناس تيخلق في المخدرات وتيتعامل مع ديك العصابه ديال داك سامي، تيتعامل معاه في هولندا، ولقاو داك الهولندي اللي تزوج المغربيه وسلم وجالس في طنجه تا هو عنصر من العنصر ديال العصابه، وتيسهل تا هو الخدمه ديال المخدرات باش يجيب المخدرات القويه ويدوزهم من المغرب يدوزهم فرنسا، ويجيو من افريقيا ويدوزوا يا ربي من اسيا ويدوزوا فرنسا، وتيجيب وتيخرج المخدرات ديالنا تيخرجوا من تما. لقاو هادوك جوج ناس العصابه تابعين ديك العصابه، وصرح بانه اعترف بانهم راه داروا معاهم رانديفو باش يتلقاو في راس الجبل مالاباطا، في راس الجبل ديال مالاباطا اللي كان في طنجه، وتما كاين الربيع والشجر والاحراش في ذاك الوقت، حراش كان بلاصه واعره. تما تحملها تمشيطيه في ذاك القنت وطوقوا ديك الجهه كامله، ولقاو القبض على ديك المغربيه هي وداك الهولندي سامي خدامين تيتسلوا باش غادي ينزل للجبل باش يوقفوا تما يتسناو اخرين يجيو لهم يديهم. داروا مذكره بحث الصعيد الوطني على داك الانجليزي اللي في جبل الطر اللي تيتسناهم اللي غيدوزهم، وتلقى عليه القبض، وتشدوا كاملين تشدوا دوك الالماني، اولا الهولندي هو الاول سامي اللي هو رئيس عصابه كبيره، وتشد الالماني وتشد الفرنسي، وتم التسريع باش هاد الناس هادو تاكد منهم بانهم عصابه. هادوك حنا خلي دوك جوج الاخرين مشدودين الماني فرنسي، بان سامي ومن معاه تيمثلوا واحد العصابه اجراميه تتاجر المخدرات على الصعيد الدولي، وتاكد لهم داكشي وسلموهم الدول ديالهم، جات الشرطه الانتربول وسلموهم الدول ديالهم وعطاهم الدول ديالهم تحاكموا في الدول ديالهم. وهذا الشيء بين وعطى واحد الشرف للمصالح الامنيه بالمغرب، جميع المصالح الامنيه بالمغرب، ليس غير السلطه القضائيه بالرباط، كل شيء اللي خدم في هذه العمليه هذه اللي هما القوى المساعده، الامن الوطني، القوى المساعده والدرك اللي فشلوا هذه العمليه وهذا المخطط اللي كانوا الناس يخطوا ليه من برا ومن الداخل. عصابه كبيره مافيا خدامه تتخطط باش تهرب داك سامي، واللي طاحوا فيها الناس اللي كانوا عندنا هنا. ونقول لكم واحد القضيه ما كانت تتباع، وطاحوا بزاف ديال الناس اللي كانوا تيتاجروا معاهم، ماشي غير داك المغربي وداك الهولندي اللي سلم واخد المغربيه، ولكن طاحوا ناس اخرين. هنا
شنو استفدنا من هذا الشيء هذا؟ استفدنا غادي يقولوا الناس كاملين غادي يقولوا واش هاد البنت مشات رشات، هي اللي دارت رشات لك الحراس ديال السجن وعطاتهم فلوس، وهي اللي سبت في هذه المشكله، وهي اللي دارت وهي اللي سبت في هذا الشيء، وهي اللي لعبات الدور الكبير باش تهربوا في واحد الوقت اللي كان هناك ما كانش هذا الشيء اللي كاين دابا. كاين واحد شويه ماشي الامور كانت هي في السجون من الناحيه الامنيه ما كانت شيء مقاده، كانت القفه، كان يدخل يخرج، اللي بغى يدخل يدخل، اللي بغى يخرج يخرج، وكانت رشوه، وكان بزاف ديال الحوايج. اليوم خصكم تعرفوا بانه راه السجين ما تدخل عنده عائلته، ما بقاش الزيارات ديال واحد من عمو ودخل واحد صاحبه. تعرفوا هذه القضيه، عائلته، زوجته، اش تجي انت مو انت باه انت مرتو انت اختو، عائلته. ما بقاش يدخل اي من حبه ودب، ما بقاتش، وتيدخلوا بواحد لاكارت بصوبه فيها التصويره ديالو علاقته به. الفلوس ما تدخلش، تتصيفط من البوسطه، تصيفط للحانوت. الماكله ما بقاش تدخل، يقول لك شي واحد يدخلوا يلقفوا يدخلوا فيها الحشيش ولا كيما هذاك ندخل لك، ما بقاش هادشي. منسقين وناس مكلفين الان مراقبين داخل السجون يراقبون السجناء والحراس ومدير السجن، وعندهم اتصال مباشر بالرؤساء الفعليين، الرؤساء الكبار ديالهم في اداره السجون. ما بقاش دابا هذاك الشيء ديال بكري، ما بقاش الواحد يهني راسو من هذا الشيء هذا، وما بقاتش غتعاود نسمعوا حنايا مثلا راه وحدين هربوا لانهم ارشاو فلان ولا عطاو فلان، دخلوا فلان ولا قطعوا الحديد ولا صابوا الحديد. داك الشيء انتهى في السجون المغربيه تماما، وماشي من اعداد ديال الدروس اللي خداتها اداره السجون، خداتها من بحال هاد المصائب هادو واستفدت منها وفعلتها، فعلت الطريقه الامنيه باش ما يتعاودش هذا الشيء. القوانين والمساطير تفعلات، ما بقاش داك الشيء الحمد لله، وفضه فضه فضه اللهم الحمد. واش غنقول لكم، غنختم لكم كيما ختم السي تباع، كيما خدم مسكين في هذا الشيء، قال لك ولله في خلقه شؤون. الشيء اللي قالوا الله في خلقه شؤون. وهنا غتسولوني بالنسبه لهذوك عطاهم الدول ديالهم مشاو للحبس تحاكموا في بلادهم كما هو الامور كاين، ولكن حتى دوزوا عندنا الحبس هنا على الهروب، على الجريمه اللي داروا هنا، تحاكموا على الجريمه اللي داروا هنا، هذيك الجريمه محسوبه اللي داروا هنا، وخدوا عليها عامين ديال الهروب، انه داروها في بلادنا غتقدموا لبلادهم. اما بالنسبه للسجناء الحراس اللي ساهموا في هذه العمليه وديك البنت، واللي هما 3 تحاكموا ب5 سنوات سجنا، 5 سنين ديال الحبس، ودوك الاخرين هربوا. هذوك على اللي عاونوا وطردوا من الوظيفه ديالهم، اللي عاونوا مدوا سهلوا وداروا 5 سنين ديال الحبس. بالنسبه لذوك السجناء تعاقبوا على الهروب 2 ديال السجن على الجريمه داروها هنا في المغرب، وعطاهم في الاخر عطاهم الدول ديالهم باش يحاكموهم على الجرائم اللي داروا تما برا. ونتمناو من الله هاد المسطره هذه وهاد الجريمه هذه تكون خدينا منها شي افاده، نتمنى من الله. ورمضان كريم، والله يصبحكم على خير، والى الغد ان شاء الله.